السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ معاكم دكتور همام محمد. ان شاء الله هنشرح مع بعضينا الدرس الاولاني، اولى ثانوي، اللي هو بيتكلم على الاكواتيك ايكو سيستم، الووتر، المياه. طيب، اولا كده اول حاجة خالص chapter 1 ايكو سيستم، اكواتيك ايكو سيستم. طيب، اول سؤال او اول معلومة بيقول ان الووتر عندها unique properties، خصائص مميزة that support life، اللي بتدعم الحياة. طيب، الووتر can dissolve many chemicals، الماء ممكن تدوب مواد كيميائية كتيرة جدا. الووتر can exist in 3 states، 3 حالات، اللي هما السوليد اللي هو الايس، والليكويد اللي هو الووتر العادي drinkable water، والجاز اللي هو الفيبور. طيب، هو ليه بتقول ان هو support life، بتدعم الحياة؟ ايه علاقة الووتر؟ بصوا، all living cell، كل الكائنات الحية عندهم cells اهيت have membrane، عندها جدار membrane اللي احنا بنسميه plasma membrane. ده بيفصل separate الأورجانيزم، الكائن الحي أو الخلية بتاعت الكائن الحي، عن ال environment surrounding environment، عن البيئة اللي حواليه. اوكي، يبقى living cell have membrane. طب الووتر بقى ايه علاقتها بالممبرين؟ لان الووتر pass from the environment and go inside the living cell through this membrane. يبقى الميه بتمشي من الانفايرومنت وبتدخل جوه السيل عن طريق الايه؟ عن طريق الممبرين دوت. مش بس كده، وهي ماشيه وداخله carrying substance، بتبقى شايله مواد needed to produce energy. يعني الميه الووتر بيبقى ماشي من الانفايرومنت للسيل وهو شايل بلس substance، معاه مواد. يبقى زي ما قلنا كده، المية بتمشي من الانفايرومنت بتروح للسيل، بتبقى شايله السبستانس، بتدي انرجي للخليه. سبستانس اللي هي نيوترانتس، غذاء مثلا. as well as، مش بس كده، كمان دي eliminating waste products، يعني الحاجات الويستز اللي في السيل بتطلع بره to outside، برضو بتطلع، بتبقى دايبه في الووتر، بيبقى ووتر معاها بلس ويستس. هنا الووتر معاها سبستانس زي نيوترنتس هنا داخله، هنا الووتر معاها ويستس خارجه. فاهمين؟ يبقى السيل حواليها ممبرين، الممبرين دوت، الجدار دوت، بيخلي المياه تدخل وتخرج، وهي داخله بتبقى معاها سبستانسز، مواد مفيده بتديها انرجي، وهي خارجه بيبقى معاها ويستس، فضلات. طيب، نتكلم بقى على الهيدروسفير اون ذا ايرث. الهيدروسفير اللي هي المياه، يعني الميه. الهيدروسفير distinguish، بيميز الإيرث from other planet، عن الكواكب التانية اللي موجودة في السولار سيستم. هو الكوكب الوحيد اللي فيه مياه. تقريبا 70% من الإيرث surface covered by water و 30% covered by land. يبقى 70 water و 30 land. طب ال 70% water دوت المية بقى هنقسمهم كده 97% اللي هي السالت ووتر، ودي ocean، sea، salt lake، كل ده بنسميه salt water، ده 97%. انما الفريش ووتر طبعا هو 3%، 3%. بس ثانيه بقى، 3% دي تتقسم جزئين. يبقى الفريش ووتر عرفنا ان هو 3%، منهم شويه موجودين في الريفر والليك اهي. الريفر نعمل كوما بس، ليك اللي هي الفريش ليكس، يعني عشان في سالت ليك وفريش ليك، والفريش ليك والجراوند ووتر. ودولت نسبتهم كام بقى؟ دولت approximate تقريبا 1%. يبقى الريفر والليك والجراوند ووتر تقريبا 1%. طب الريمين بارت، الجزء المتبقي بقى، الريمين بارت اللي هو 2%، الجزء بقى 2%، 2% دولت موجودين في الفروزن ووتر. الفروزن ووتر، المياه المتجمدة، في البولار ريجونز، الأماكن القطبية، الماونتن بيكس، قمم الجبال، والجليشير. طيب، على فكرة دول تلاقيهم اسم عندنا، الجليشير والماونتن بيكس والفروزن ووتر، دول بنسميهم كرايوسفير. كرايوسفير دي المياه المتجمدة. الهيدروسفير دي المياه العادية، خلاص عادي خالص كل المياه. انما الكرايوسفير انا بتكلم على المياه الفروزن المتجمدة، بنسميها كرايوسفير. طيب، بيقول لي ايجيبت characterized by diversity، مصر بتتميز بدايفرستي، تنوع الاكواتيك او living environment، زي النايل ريفر، نهر النيل، الجولف اوف سويز، جولف اوف عقبة اللي هو بنسميه خليج السويس وخليج العقبة، الريد سي، الميديتيريان سي، البحر الاحمر، البحر المتوسط. وطبعا في سالت اند فريش ليكس كتير قوي، في سالت ليكس
وفريش ووتر ليكس اللي هي البحيرات المياه العذبه وبحيرات المياه المالحه. كل ده في مصر، فهي بتتميز بان هي عندها دايفرستي في الاكواتيك انفايرمنت. اللي بعد كده نتكلم عن الووتر سايكل الناتشرال. الووتر سايكل ليها اسم تاني، بدل ما نقول ووتر سايكل ممكن نقول عليها هيدرولوجيكال سايكل. هيدرولوجيكال سايكل. طيب الووتر exist on the earth surface، يعني المية توجد في ال earth surface على سطح الأرض، or near the earth surface، يا إما على سطح الأرض نفسها يا إما قريبة من سطح الأرض اللي هي في الغلاف الجوي مثلا في السحب أو تحت الأرض، وبتتحول between its three states، ممكن تبقى solid أو liquid أو gas. Water is constantly moving from one place to another، يعني المية بتتحرك بطريقة ثابتة من one place to another through عن طريق many different paths، مسارات كتيرة جدا. ودي طبعا ده بنسميه closed system. الووتر سايكل ده، الووتر سايكل او الهيدرولوجيكال سايكل، احنا بنسميه closed system. طيب the fresh water cycle او the water cycle I'm sorry as a system can changing the earth surface. على فكرة الووتر سايكل ده ممكن تغير، الووتر سايكل دي ممكن تغير من سطح الارض فيزيكالي، فيزيائيا، كيميكالي، بيولوجيكالي. وخدنا المثال قلنا زي جبل المقطم دوت، ده ما كانش جبل اصلا، يعني ده قبل كده كان قاع بحر، بس بسبب التغيرات اللي حصلت اتغير فيزيكالي وكيميكالي وبيولوجيكالي، حتى الكائنات اللي حيه فيه اختفت. طيب الرسمه دي نحاول بس كده نكبر شويه. الميه بيحصل لها evaporation زي ما احنا شايفين اهو، وتبدا بعد كده يحصل لها condensation، تمام، وتعمل سحب clouds. يبقى الميه evaporation وكوندنسيشن تعمل clouds. طيب وبعد ما تعمل سحاب، السحب بتنقط اللي هي بنسميها precipitation او rainfall، سقوط الامطار او precipitation. وتبدا الميه بعد ما عملت evaporation وعملت condensation وعملت سحب تبدا تمطر تاني وتقع تاني. ولما تقع عن طريق خاصيه اسمها infiltration، تبدأ المياه اللي وقعت دي تنزل عن طريق الصخور وعن طريق المسامات اللي في الأرض، تنزل للأرض تحت، وبنسميها الجراوند ووتر. جراوند ووتر، وتبدأ ترجع تاني للأماكن اللي فيها مياه وهكذا، وتبدأ عشان كده بنسميها كلوز سيستم، ترجع للبحر تاني للسي أو الأوشن، وتبدأ بعد كده تتبخر تاني وتعمل كوندنسيشن وكلاودز، والكلاودز تروح منزل الرينفول، والرينفول تنزل على الارض تعمل انفلتريشن. كلمه انفلتريشن اللي هي الميه بتسحب، بتمتص يعني. وعلى فكره النباتات بتساعد في الموضوع ده. ازاي؟ النباتات والبني ادمين كمان. النباتات بتعمل عمليتين مهمين قوي، عمليه ترانسبيريشن التعرق بتطلع فيها بخار، وعمليه الريسبيريشن بالليل تتنفس زينا بالليل بتطلع بخار برضه. والانسان بيعمل عمليه واحده اسمها الريسبيريشن، تنفس. ايه علاقة ده بالمية؟ ما هو معلش احنا لما بنتنفس الريسبيريشن بتاعنا، او النبات لما بيعمل ريسبيريشن وبيعمل ترانسبيريشن بيطلع ايه؟ احنا بنطلع من بقنا ايه؟ بنطلع كربون دايوكسيد معاه ووتر فيبور اهو، بخار. وده طبعا هو اللي بيعمل برضو بيساعد في عملية تكوين السحب تاني. يعني السحب دي بيساعدها برضو، بيساعد في تكوينها جزء بيولوجيكال، جزء حي. هنا حتى بيقول اهو الووتر سايكل الناتشرال mainly includes the process of اساسيا evaporation، بس قلنا مع الايفابوريشن قلت لكم زودوا لي and condensation، يبقى evaporation and condensation. وده بيساعد contribute help يعني بيساعد formation of clouds، تكوين السحب. الرين او السنو فولينج سقوط الامطار او سقوط الثلج، ده برضو تبع الووتر سايكل. وفي بيولوجيكال بروسيس، اذر بيولوجيكال بروسيس، حاجات حيه بقى، حاجات حيه قصده اللي هي عمليات حيويه بيقوم بها كائنات حيه، زي الترانسبيريشن في النبات، وزي الريسبيريشن في البلانت والانيمال. يعني الترانسبيريشن بيعملها النبات بس، انما الريسبيريشن بيعملها البلانت والانيمال. كده البلانت بيعمل الخطوتين دولت، تمام. طيب اهي زي ما شفنا كده مثلا في الصورة برضو، بس معلش مش واضحة هنا، عملية الايفابوريشن، عملية تبخر، طلعت وبدأت تعمل كوندنسيشن وعملت سحب، والسحب بعد كده عملت بريسبتيشن، والبريسبتيشن يعني هطول الامطار اللي هي الرينفول، وبعد كده بدأت تعمل انفلتريشن. وكلمة انفلتريشن معناه ان المياه تنزل تحت الارض جراوند ووتر، وتروح راجعة تاني للسي، للبحر او الاوشن، وتبدأ وهكذا. عشان كده بنسميها كلوز سايكل،
لانها بتفضل عامله دايره مغلقه. يبقى الووتر سايكل او الهيدرولوجيكال سايكل دوره مغلقه. وهنا النبات بيساعد في عمليه الترانسبيريشن، ولو في بني ادمين يبقى عمليه الريسبيريشن كمان. طيب يبقى البروسيس اوف ووتر ليكج، ووتر ليكج يعني تسرب المياه عن طريق البورز بتاعت السويل، مسامات السويل والسيديمنتري روكس اللي هي الصخور الرسوبيه دي، ده كله هو اللي بيكون الجراوند ووتر. والخطوه دي بنسميها infiltration. طيب بيقول لي الووتر فيبور، البخار in clouds may react chemically، ممكن يتفاعل كيميائيا with compounds found in the air. يعني الفيبور، البخار اللي موجود في الكلاودز may react، ممكن يتفاعل كيميائيا مع الكومباوندز اللي موجوده في الاير ويكون لي اسيد. البخار وهو طالع بيتفاعل مع الكربون دايوكسيد، ده موجود في الاير، يتفاعل مع السموك، ده موجود في الاير، وكل ده يعمل اسيد وفورمينج اسيد او اسيد رين. امطار اللي نازله بتبقى امطار حمضيه. عشان كده الامطار اللي نازله في الاماكن الملوثه ما ينفعش اللي احنا نتعرض ليه، ما ينفعش تنزل علينا كتير، لان دي امطار سيئه، او بنسميها اسيد رين، امطار حمضيه تاثر على جلدنا، تاثر على الكائنات الحيه كمان. which dissolve لدرجه ان هي بتدوب الروكس كمان. الصخور والمباني ممكن من كتر الامطار اللي نازله عليها دي، الصخور والمباني والروكس دي ممكن تتآكل. طب تعالوا نتكلم على الكيميكال ستراكشر بتاعه الووتر، التكوين الكيميائي للميه. طبعا الووتر بيكون من تو elements، عنصرين، الهيدروجين والاكسجين، بنسبه 2:1 respectively. يعني الهيدروجين 2 والاكسجين 1، عشان كده بنقول 2:1. طب لو قلت العكس، لو قلت الاكسجين الاول وبعدين مكانها الهيدروجين، فساعتها يبقى العكس 1:2، حسب انا بدات بمين. لو انا بدات بهيدروجين يبقى 2:1، لو بدات باكسجين يبقى 1:2. طيب الاكسجين تقريبا ريبريزنت قد ايه من الماس بتاع الووتر مولكيول؟ يعني انا لو وزنت ووتر مولكيول واحد، الاكسجين تقريبا قد ايه؟ لقينا الاكسجين 88.89%. طب الهيدروجين بقى، لا لقينا الهيدروجين 11.11% من الماس بتاع الووتر. يبقى بالرغم ان الهيدروجين عدده اكتر 2 والاكسجين 1، ولكن ان الهيدروجين علشان اخف من الاكسجين بكتير قوي، فالماس بتاعه تقريبا في الووتر مولكيول كله على بعضه 11.11، انما الاكسجين 88.89. طيب التو هيدروجين اتوم ماسكين لينكد بالاكسجين اتوم عن طريق تو كوفالنت بوند. ادي واحده اكسجين اهي، وادي 2 هيدروجين اهو، ادي هيدروجين وادي هيدروجين ماسكين الاثنين، دي بوند اهو، دي عامله بوند ودي عامله بوند. البوند دي بنسميها سنجل كوفالنت بوند، سنجل كوفالنت بوند. ايه يا مستر دي 2؟ ما هم 2 سنجل، 2 بس، 2 سنجل. ما حدش يقول لي طب 2 سنجل يبقى دبل، لا طبعا، لا طبعا. 2 سنجل معناه ان الاكسجين دي شاركت بالكترون والهيدروجين دي شاركت بالكترون، فعملت سنجل كوفالنت بنسميه كده. وهنا برضو الكترون وهنا الكترون، فعملت سنجل كوفالنت. تمام، ده السنجل، عندنا سنجل. طب لما جينا نقيس الانجل ما بينهم، لقينا الانجل ما بينهم بيساوي كام؟ 104.5، 104.5. تمام، يبقى الانجل ما بينهم هتساوي 104.5 ديجري بالظبط ما بين التو سنجل كوفالنت بوند. طب من الخصائص الكيميائيه الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر، اول حاجه الووتر doesn't exist on the earth surface، يعني الميه مش موجوده في on the earth surface in a pure form، في شكل بيور، as it contain many ions، هي بتحتوي على many ions، عده ions، وكيميكال سبستانس، ومواد كيميائيه. يعني الميه مش موجوده في شكل بيور او ديستلت. ايه يعني مستر؟ يعني مش نظيفه؟ لا نظيفه، بس مش قصدي كده. بيور هنا معناها انها ميه فقط، البيور معناها ميه فقط. امال ايه؟ لا دي ميه دايب فيها ايونز، ايونات املاح، كيميكال سبستانس، مواد كيميائيه، واللي بيتفاعل مع الميه بكذا طريقه. تعالوا نتكلم كده عن حاجه اسمها البولاريتي اوف ووتر، نفهم بقى واحده واحده كده. البولاريتي اوف ووتر، هي الكلمه دي جت ازاي؟ البولاريتي اوف ووتر جايه من البول، اللي هو النورث بول والساوث بول. زي ما في مثلا في الحجره كده بوزيتيف ونيجاتيف، زي ما في الارض النورث بول القطب الشمالي والساوث بول القطب الجنوبي. وده هم بقى عملوا كده، النورث بول اللي هو بيبقى زي البوزيتيف والساوث بول هو النيجاتيف، فهم جابوا سيره البولاريتي من الحته دي. ليه؟ هي الميه عندها بوزيتيف ونيجاتيف، الميه عندها بوزيتيف ونيجاتيف. بصوا ربنا سبحانه وتعالى خلق الاكسجين اتوم عندها هاير الكترونيجاتيفيتي زي الهيدروجين. يعني الاكسجين اهي، دي الاكسجين ودي الهيدروجين. الاكسجين بتعرف تشد الالكترونات، انا مش قلت لكم ده بيشارك بالكترون وده بالكترون؟
صح، وعاملين كوفالنت بوند، بس ربنا مدي للاكسجين هاي الكترو نيجاتيفيتي. يعني ايه بقى؟ يعني الاقي ان التو الكترونز مشدودين ناحيتها اكتر. يعني هم عندها التو الكترونز كده، هم في بوند اهي، بس التو الكترونز ناحيتها اكتر، شد الالكترونز اكتر. هي دي هي دي الهاي الكترونيجاتيفيتي. والهيدروجين عنده لو الكترونيجاتيفيتي، مش عارف يشدهم، فالاكسجين هي اللي شدهم اكتر. يبقى زي ما قلنا كده الاكسجين اتوم is characterized by higher electronegativity than hydrogen atom. يعني شد الالكترونيجاتيفيتي اكتر من الهيدروجين اتوم. So the electrons of bond are attracted toward the oxygen atom. مشدوده ناحيه الاكسجين اتوم. طب ده عمل ايه؟ برضه ليه قلت بولر؟ ايه علاقه البوزيتيف والنيجاتيف والنورث بول والساوث بول؟ زي ما قلنا في قطب شمالي وقطب جنوبي، شبهناها بالبطاريه في البوزيتيف والنيجاتيف. هنلاقي هنا ايه؟ اللي بتشد اكتر هي النيجاتيف. يعني الاكسجين مسمينها نيجاتيف، بس بصراحه هي مش نيجاتيف كومبليتلي نيجاتيف، هي جزئيا نيجاتيف. بصوا، كنا السنه اللي فاتت والسنين اللي فاتت كنا بنقول لما لوز اللي بيخسر بيتحول لبوزيتيف، اللي بيخسر الكترون، واللي جين الكترون بيتحول لنيجاتيف. طيب هنا لا، هي على فكره ما حدش كسب وما حدش خسر، هي في بوند رابطه ما بينهم هما الاثنين، ما بين الاكسجين والهيدروجين، وهنا في الكترون وهنا في الكترون، بس التو الكترونز ناحيه الاكسجين اكتر. يعني هي ما كسبتهمش كلهم، ما شدتهمش من الهيدروجين، لا هي عامله بوند مع الهيدروجين، لسه في بوند، ما حدش خد من الهيدروجين حاجه، بس الالكترونز مرحله ناحيه الاكسجين اكتر. يعني بدل ما يبقى كده واحده الكترون واحده الكترون كده عدل كده، واحده دي واحده دي، لا، ده ساعتها ايه؟ التو الكترونز ناحيه الاكسجين وفي بوند اهي. طيب ده عمل ايه؟ خلانا نقول هنا partially negative. partially يعني جزئيا نيجاتيف، وهنا بنسميها partially positive. تمام. وده عمل ايه؟ اهو ده بقى اللي انا بتكلم عليه. يبقى بسبب ان الاكسجين عندها هاي الكترونيجاتيفيتي والهيدروجين عنده لو الكترونيجاتيفيتي، فشدت الالكترونز ناحيتها اكتر، ادي الالكترونو والالكترونو ناحيه الاكسجين اكتر، عملت forming partial negative charge on the oxygen atom و partial positive charge on the ايه؟ هيدروجين اتوم. عملت بارشال نيجاتيف على الاكسجين وبارشال بوزيتيف على الهيدروجين، وهنا برضه نفس الكلام بارشالي بوزيتيف. دي علامه بارشال يعني جزئيا، مش كلها نيجاتيف وبوزيتيف، لا ده يعني بتشد بس، فالشده دي بنسميها بارشالي. الشده البسيطه دي تكسب كده بارشالي، لو كسبت يبقى بارشال ايه؟ بارشالي نيجاتيف زي الاكسجين اهو. طب لو اتشد منها حرام وخسرت شويه كده هنسميها بارشالي بوزيتيف. وده هو ده البوزيتيف والنيجاتيف، يبقى هو ده البولاريتي اوف ووتر. طالما قال بوزيتيف ونيجاتيف بيفكرني بالبطاريه، بيفكرني بالنورث بول والساوث بول، بيفكرني بالمغناطيسات، فانا بسميه polarity of water. طب هي what are the consequences of the polarity of water molecule؟ فادنا في ايه البولاريتي؟ فادنا في حاجتين. اول حاجه ان they're bonding with each other او they're binding، هي بيتحدوا مع بعض binding with other water molecules عن طريق حاجه اسمها هيدروجين بوند. لقينا ايه؟ بصوا كده الصوره دي، لقينا ان اهو ده ووتر مولكيول، وده ووتر مولكيول، وده ووتر مولكيول. ايه اللي حصل بقى؟ لقينا ان الووتر مولكيولز دولت اهو، ووتر مولكيولز اهي بايندينج، ماسكين في بعض عن طريق بوند تانية اهي اللي انا عاملها نقط، اللي هي معموله نقط اهي. يبقى they're binding with other water molecule which is called hydrogen bond. يبقى هما ماسكين مع بعض بوند اسمها هيدروجين بوند. وعلى فكره الهيدروجين بوند هي مش سترونج بوند، هي ويك بوند، بس مش ماليش دعوه يعني الاقوى الكوفيلنت. حتى بصوا احنا راسمين الكوفيلنت خط كامل اهو، خط كامل. وبصوا بقى الهيدروجين بوند راسمينه ازاي؟ نقط. ده دليل على ان هو مش قوي. بس على فكره بالرغم ان هو هيدروجين بوند ضعيف، بس هي اللي بتدي للميه اليونيك بروبرتيز، هي اللي بتخلي الميه ميه مميز، ليها خصائص مميزه. طب ايه تاني يا مستر؟ برضو البولاريتي بتاعت الووتر فادتنا في ايه؟ البولاريتي بتاعت الووتر give water ability، ادت الميه القدره ان هي dissolve many salt، تدوب معظم الاملاح and break them down، وتكسرهم. تدوب الاملاح يعني بتكسر الاملاح، على فكره تدوب هنا يعني بتكسر into hydrated ion. يعني مثلا الملح المشهور طبعا NaCl S solid، هو ماده صلبه، احطها على H2O اللي هي ال المفروض اللي هو liquid. يبقى انا عندي NaCl solid هحطها على H2O liquid. بيعمل ايه؟ الاقي ان الميه تيجي تكسر ال NaCl نصين.
ان ايه بوزيتيف واسميه اكوس، وسي ال نيجاتيف واسميه اكوس. يبقى ملح احطه في ميه، يبقى الملح فيه ايونات الايه، الميه فيه ايونات الملح، يبقى ده عباره عن ووتر. دي شايفين دي الدوائر دي هي دي الايونز بتاعت الايه، بتاعت الملح. تمام، اللي احنا بنسميها ان بوزيتيف وسي ال نيجاتيف، وايه كيو دي يعني اكوس. طيب برضو انت قلت لنا في بسبب الهيدروجين بوند ديت في خصائص مميزه للووتر. من احد الخصائص ايه بقى؟ ان في حاجات شبه الميه بالظبط. يعني بصوا الهيدروجين سلفايد تركيبه شبه الميه اهو، اس وماسكه في 2 هيدروجين اهي بالظبط زيهم، والووتر اهي اتش او ماسكه في 2 هيدروجين اهي، فده يعتبر شبه ده اهو. يعني الهيدروجين سلفايد سيميلر الاستراكشر، شبه الاستراكشر بتاع الووتر، ولكن الهيدروجين سلفايد ما بتعملش هيدروجين بوند. يعني الهيدروجين سلفايد دي نو هيدروجين بوند، كانت فورم هيدروجين بوند. انما طبعا الووتر لسه قايلين بتعمل هيدروجين بوند، دي فورم هيدروجين بوند. يبقى الميه بتعمل هيدروجين بوند، انما ديت ما بتعملش هيدروجين بوند. عمل ايه بقى؟ لقينا ان الميه بتغلي عند 100 والهيدروجين سلفايد بيغلي عند النيجاتيف 61. ايه ده؟ ايه الفرق الكبير ده؟ الفرق بسبب الهيدروجين بوند. يبقى الابيليتي اوف ووتر مولكيول تو فورم هيدروجين بوند with each other، قدرة الميه انها تعمل هيدروجين بوند، هو ده السبب الرئيسي الكي ريزون ان البيور ووتر has high boiling point، عندها درجة الغليان عالية قوي لدرجة هي بتوصل 100 degrees Celsius at normal temperature at normal atmospheric pressure. Then other compound similar structure، يعني بالرغم او مختلفة عن حاجات تانية متشابهة، زي مثلا الهيدروجين سلفايد اللي هو ده بيغلي عند كام؟ نيجاتيف 61. يعني المية والهيدروجين سلفايد هم سيميلر في الاستراكشر، ولكن درجات الغليان مختلفة خالص. ده بيغلي عند 100 درجة عالية قوي، وده بيغلي عند نيجاتيف 61 درجة قليلة قوي. ليه؟ بسبب ان الووتر بيعمل هيدروجين بوند، انما الهيدروجين سلفايد ما بيعملش يعمل ايه؟ هيدروجين بوند، كانت فورمد هيدروجين بوند. يبقى لما اقول لك الووتر بويل ات 100 وفريزز عند 0، هقول due to بسبب presence of hydrogen bond between molecules، بسبب وجود الهيدروجين بوند ما بين الووتر مولكيولز. فلما اجي اقول لك ايه البوند اللي ما بين الووتر مولكيولز هنا اهو، ايه البوند اللي ما بين الووتر مولكيولز؟ موتر مولكيولز يبقى جمع مولكيولز ومولكيولز مولكيولز يبقى هيدروجين بوند. طب ايه الووتر اللي بتوين ووتر مولكيول واحده بس؟ الكوفيلنت بوند. الكوفيلنت بوند هي اللي ما بين الووتر مولكيول واحده، او الووتر اتومز، الاتومز بتاعتها. تمام. هنتكلم عن حاجه اسمها هيدروليزيس او هيدريشن اوف ووتر. كلمه هيدريشن، الميه طبعا الميه رمزها او اهي، واتش اهي، واتش اهي. في حاجه اسمها هيدروليزيس يعني هيدره المياه او تكسير المياه، بس الميه هتتكسر بطريقه مختلفه. بيقول لي small percentage of water، نسبه صغيره من الميه موجوده توجد في موجوده في شكل ايونز، بس ايونز مختلفه بقى. هيدروجين ايون اتش بوزيتيف، وهيدروكسيد ايون او اتش نيجاتيف. بصوا بقى، الميه زي ما احنا قلنا اللي هي الاتش او اتش اهي بتتكسر بطريقه مختلفه، بتتحول لايونز بطريقه مختلفه. ده بيبقى لوحده وده بيبقى لوحده. الاتش بنسميها اتش بوزيتيف هيدروجين ايون، والاو اتش بنسميها او اتش نيجاتيف هيدروكسيد ايون. يعني ممكن حتى اكتبها كده اتش او اتش، لما تيجي تتكسر ده لوحده وده لوحده، وده بوزيتيف وده نيجاتيف. فاكرين على طول بنقول ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف. الان اس ال الاول بوزيتيف والثاني نيجاتيف، اهو ده نفس الكلام، الاول بوزيتيف والثاني نيجاتيف. طيب بيقول لي في بعض الكومباوندز، بعض المركبات زي الان اس ال بتتحط على الميه. الملح they dissociate into ion، بيتكسر الايون زي ما حصل فوق، بس which don't bind with water molecules او water ions so keeping the solution neutral. يعني لو احنا جبنا شويه NaCl دوبناهم في الميه، ايه اللي بيحصل؟ بيتكسروا نصين بوزيتيف ونيجاتيف، ولكن ما بيتفاعلوش مع الميه. يعني ال Na مش هتاثر على الميه، والCl مش هتاثر على الميه. الايونز دي مش هتخلي الميه تبقى اسيد ولا بيز، في حاجه اسمها اسيد وبيز وهتكلم عليها دلوقتي. انما ولكن بص عشان تبقوا فاهمين الحته دي. لو ال H بوزيتيف زادت ده بنسميه اسيد، لو ال OH نيجاتيف زاد ده بنسميه بيز. طب لو الاتنين قد بعض، لو ال H ايكوال ال OH زي حالة المية، ده بنسميه نيوترال. فالمية فعلا عندها H و OH الاتنين، فدي المية نيوترال. طب لما بدوب عليها حاجة، حسب بقى الحاجة دي، لو زودت لي H يبقى اسيد، لو زودت لي OH يبقى بيز، لو ما زودتش حاجة وقد بعض يبقى نيوترال. طب لما انا دوبت ال NaCl، هل ال NaCl زود H؟ لا، هو ما فيهوش H اصلا.
ده Na مع Cl. طب زود OH؟ لا، يعني ولا زود اسيد ولا زود بيز، امال فضل ايه؟ فضلت الاتش قد الاو اتش، فدي نيوترال. طب بيقول لي however بقى في dissociation of other compounds، في تكسير بعض المركبات وذوبان بعض المركبات زي الصوديوم بايكربونات اللي هو NaHCO3، ده بيؤدي الى increase الهيدروكسيد ايون، ده بيزود نسبة الهيدروكسيد ايون او الهيدروجين ايون، وبيأثر على البي اتش اللي احنا هنفهمها يعني ايه البي اتش ده دلوقتي، سيبك منه. يعني ده بقى في بقى مركبات تانية، يعني احنا قلنا ال NaCl لو انا دوبتها هيفضل نيوترال زي ما هو، انما في مركبات تانية زي ال NaHCO3 دي لما بندوبها في الميه ممكن تزود الاتش وممكن تزود الاو اتش. طب لو زود الاتش هيبقى اسيد، ماده حمضيه، حمض. طب لو زود الاو اتش تبقى بيز، ماده قويه، الكلاين. وده هو ده اللي احنا بنسميه البي اتش بقى، هو ده اسمه عندنا احنا البي اتش. ايه البي اتش؟ البي اتش اختصار كلمه باور اوف هيدروجين، تمام؟ ودي عباره عن نسبه الهيدروجين ايونز اللي موجوده في الميه او في المركب. يعني مثلا لو الهيدروجين زادت ده معناه اسيد، لو الهيدروجين قلت يبقى الاو اتش هي اللي زادت، ده معناه بيز. ولو قد بعض يبقى زي ما قلنا نيوترال. بيقول لي ذا بالانس بتوين، التوازن ما بين الهيدروجين ايون والهيدروكسيد ايون، وطبعا الهيدروجين بوزيتيف والهيدروكسيد هي اللي نيجاتيف. ديترماين هي اللي بتحدد لو كان الووتر اسيد ولا بيز ولا نيوترال كمان، البالانس اللي ما بينهم. طبعا زي ما قلت لكم لو الهيدروجين زادت يبقى اسيد، انما لو الهيدروكسيد هي اللي زادت يبقى بيز. طب لو الاثنين ايكوال قد بعض يبقى نيوترال، زي ما انا قايل فوق، الحته دي مهمه قوي. طيب في جهاز بيقيس لنا الاسيد والبيز بالانس، بيقيس لنا البي اتش. يعني في جهاز بيقيس البي اتش يعرفني هي اسيد ولا بيز ولا نيوترال عن طريق الدرجات. لو كان الدرجه البي اتش بتاعت الجهاز دوت طلعت less than 7، اقل من 7 يبقى ده اسيد. يعني من 0 لحد اقل من 7 يبقى ده هنا اسيد. طب لو بي اتش اكتر من 7، طب لو كانت اكتر من 7 واصله لحد 14 يبقى ده بيز. طب لو كانت 7 بالظبط، 7 بالظبط يبقى ده نيوترال. 7 بالظبط يبقى ده نيوترال. تاني، لو انا عندي جهاز انا جبت محلول، المحلول ده فيه شويه ميه، وانا عايز اعرف هي الميه دي اسيد ولا بيز ولا نيوترال. طبعا احنا عرفنا ان الميه نيوترال، بس ممكن انا احط لها شويه مركبات زي ما قلت لكم كده تاثر عليها. انا عايز اعرف بقى المحلول الميه اللي انا حطيت عليها مركب ده لو طلع من 0 لحد اقل من 7، اقل من 7 less than 7، يعني 0 1 2 3 4 5 6 كل ده اقل من 7 يبقى اسيد. طب لو طلع 7 بالظبط يبقى نيوترال. طب لو طلع اكتر من 7، اكتر من 7 يعني 8 9 10 11 12 13 14 يبقى بيز. ماشي، يبقى انا عندي يا اما اسيد يا اما بيز يا اما نيوترال. الاسيد اللي هو less than 7، والبيز اللي هو greater than 7، والنيوترال اللي هو equal 7. طيب تمام. pH value of different water sources. السي ووتر، مياه البحر، البي اتش رينج بتاعها ميه البحر لما جينا قسنا بالجهاز اللي انا قلت لكم عليه ده لقيناها 7.5 8.4، هي اقرب للنيوترال والبيز اقرب، بس 7.5 ده نيوترال عادي، ممكن نقول عليه نيوترال عادي. الفريش ووتر زي الريفر والليك ده البي اتش بتاعها بتبقى 6.5 و 8.5، من الرقم ده للرقم ده، يعني تقريبا برضو بتلعب ما بين النيوترال وشويه بيز وشويه اسيد، طبعا حسب برضو المكان وحسب، بس هي كده يعتبر هي نيوترال اكتر برضو، كل الارقام دي تعتبر تبع النيوترال اكتر. طيب وممكن ندي حته ناحيه البيز برضو. الديستلد ووتر، الميه النقيه دي، الميه انا مش مدوب فيها اي حاجه خالص. ديستلد ووتر يعني بيور ووتر، ميه من غير اي حاجه، فدي 7 بالظبط، دي 7 بي اتش از اراوند 7 او اباوت 7 تقريبا 7، وده يعتبر بالظبط نيوترال من غير اي يعني اي ميل لاي نوع تاني او حاجه تانية. طب الجراوند ووتر، المياه الجوفيه، البي اتش بتاعها فاريز، بيتغير، بيعتمد على الريجن، المنطقه، والروك ستراكشر. تمام، المنطقه اللي هو فيها الروك ستراكشر، تكوين الصخور، السالتس، الاملاح اللي موجوده زي مثلا الكالسيوم كربونات ولا مغنيسيوم كربونات، لان ده كله بيأثر، ولا الصوديوم بايكربونات، كل ده بيأثر على الاسيد ولا البيز ولا نيوترال. طب الكلاود، السحب،
البي اتش بتاعت السحب رقم غريب قوي 4.5 او 5، وده بسبب وجود اتحاد الكربون دايوكسيد مع الميه ويعمل حاجه اسمها اسيديك جازز او اسيديك رين. والاسيد زي ما انا قلت لكم الاسيد اقل من 7، فالرقم ده بصوا اقل من 7 يعني ده اسيد، وده خطر يا جماعه. المياه ديت بتبقى ميه الامطار ساعتها ميه مش كويسه ان احنا نتعرض ليها، لانها هتاثر على جسمنا وعلى صحتنا وعلى جلدنا وعلى الكائنات الحيه كمان وعلى الصخور كمان. هنا بيقول check your understanding which of the following represents the proportion النسبة بتاعت الفريش ووتر on the earth surface. هنا ما حددليش، ما حدش يقول لي 1% ولا 2%، ما حددليش، قال لي فريش ووتر وسكت يبقى 3%. طب لو كان قال لي فريش ووتر اللي هي الليكس والريفر هقول له 1%. طب لو اللي هي جراوند ووتر برضه. طب لو كان قال لي فريش ووتر اللي هي الجليشير النهر المتجمد الجليدي، الفروزن ووتر ساعتها كنت هقول 2%، انما هنا قال لي فريش ووتر خلاص. بيقول لي explain how a change in the pH value of river water could affect the surrounding ecosystem. يعني وضح ازاي التغير في البي اتش بتاع الريفر ووتر بيأثر على الكائنات الحية. وبيقول لي propose suggestion اقتراحات للimproving the water quality، وازاي بعد كده اقول لي اقتراحات اللي احنا نحسن من جودة المياه. موضوع الاقتراحات ديت هناخدها بالتفصيل بعد كده، بس هي معلومة عامة دلوقتي عايزك تكتبها اهو، اللي هو طبعا ما ترميش الساوج ولا الويستز ولا نلوث طبعا عن طريق الفاكتوريز والكارز والكلام ده كله. دي معلومات عامة، دي معلومات عامة لسه هناخدها بالتفصيل احنا، هو بس بيدولك افكار يعني. طيب explain how change دي احنا خدناها وقلناها في السيشن كويس، وضحناها في السيشن يعني وكتبناها مع بعض. طيب بصوا يا دكاتره، دي الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر. معلش انا عارف احنا خدنا كميه كبيره من معظم يعني الدروس واقفه لغايه هنا، او معظم الناس واقفه لغايه الجزئيه دي، بس معلش احنا هناخد حته كمان عشان المنهج كبير بس، وكمان علشان ما نجيش نتزنق قوي 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 بعد كده، لا احنا هنحاول نزود شويه على كل درس حته صغيره. انا عارف هتتعبوا معايا شويه معلش. الفيزيكال بروبرتيز بيقول لي نفس الكلام، الووتر عندها يونيك بروبرتيز انكلودنج زي ايه مثلا؟ زي الدنسيتي بتاع الميه بيتغير change at different temperature. يعني الدنسيتي بتاع الميه، كثافه الميه بتتغير حسب درجه الحراره بتاعه الميه. وكمان الميه عندها هاي سبيسيفيك هيت، حاجه اسمها هاي سبيسيفيك هيت، حراره كامنه في الميه، مالناش دعوه حاجه كده اسمها سبيسيفيك هيت which influence، وده كله بيأثر على الناتشورال فينومينا الظواهر الطبيعيه في المياه and distribution توزيع living organisms، توزيع الكائنات الحيه. تلاقي كائنات حيه موجوده في مكان اكتر من مكان. طيب نمسك الدنستي. هي ايه الدنستي اصلا؟ الدنستي هي عباره عن الماس، الكتله بتاعه الماده of unit volume of matter. فاكرين لما كنا بنقول ليه التلج، ليه الايس مثلا، ليه التلج فلوت بيطفو؟ كنا بنقول التلج بيطفو عشان عنده ايه؟ لو دنستي ذان ووتر، لو دنستي اكتر من يعني الكثافه بتاعته اقل من الميه فيطفو. طب نيجي نقول ليه مثلا الايرن الحديد ثينك بيغرق في الميه، ليه؟ عشان عنده هاي دنستي. يبقى انا فهمت ان اللو دنستي بيطفو والهاي دنستي ثينك بيغرق. معلومه نفتكرها. ايه تعريف الدنستي بقى؟ هي الماس، الكتله بتاعه الماده اوف يونت فوليوم، على حجم معين. كتله الماده، وزن الماده في حجم معين. لان ان البيور ووتر عندها حاجه غريبه قوي، ان الماس بتاعها والفوليوم بتاعها واحد. يعني يا مستر، يعني مثلا لو جينا 1 جرام من الميه وزناها هنلاقيها بتساوي 1 سنتيمتر كيوبيك حجم. طيب ال1 لتر، اللتر من الميه هتلاقيه بتساوي 1 كيلو جرام ماس. جيب لتر ميه، ازازه ميه لتر مكتوب عليها لتر، لتر يعني واخده مساحه لتر، واخده فوليوم لتر، واخده حجم لتر، هو ده اللتر. حطها على الميزان هتلاقيها 1 كيلو. ده معناه ان هما الاثنين بيساوي نفس بعض. ده في البيور ووتر يبقى 1 سنتيمتر كيوبيك بتساوي ويت وزن 1 جرام. طيب as water cool، كل ما الميه بتبرد من رقم اللي هي 4 ديجري سليزيوس لغايه ما توصل للفريزنج بوينت اللي هو 0 طبعا، كل ما الميه الووتر كول فروم 4 للفريزنج بوينت الدنسيتي بيقل. كل ما الميه تبرد كل ما، على فكره في بس معلومه كده، ان الدنسيتي عكس الفوليوم. يعني لما اجي اقول لك الفوليوم زاد يبقى الدنسيتي قل، ماشي؟ اجي اقول لك الفوليوم قل يبقى الدنسيتي زاد. طيب فهو بيقول لي هنا ان كل ما الميه بتبرد كول بتعمل توصل للفريزنج بوينت، يعني من رقم 4 بالذات، من اول 4 تبدا يحصل لها ايه بقى؟ تبدا الجزيئات تتجمع مع بعض. ومعلش لما الجزيئات كده تتجمع
كده الفوليوم بدل ما كان فوليوم كبير هما كانوا بعيد عن بعض بقى فوليوم ايه صغير. ولما الفوليوم يبقى صغير لسه قايل لكم الفوليوم والدنسيتي عكس ايه عكس بعض. فلما الفوليوم بيقل ده معناه ان الدنسيتي بت ايه الدنسيتي بيفضل يزيد. ولكن اول ما يحصل فريزنج بوينت اول ما يوصل لدرجة التجمد الاقي ان المية لما اتجمدت تبدأ تجمع جزيئات زيادة. سيبكوا بقى هشيل بقى الرسمة دي وجمع مولكيول زيادة. فاكرين كنا بناخدها قبل كده بتعمل شكل اسمه هيكساجونال شيب شكل سداسي كده. طب هنا بقى بذمتكم كده الفوليوم صغير كده الفوليوم صغر لما التلج لما اتجمدت ووصلت للفريزنج؟ لا طبعا ده الفوليوم زاد. ولما الفوليوم زاد ايه اللي حصل للدنسيتي؟ قل. بس ركزوا ده بيحصل لما تتجمد مش لما تتجمد. طيب الدنسيتي بيتقاس بجهاز اسمه هيدروميتر. هو عبارة عن device used to measure الريلاتيف بيقيس الريلاتيف density in various liquids. طيب الووتر دنسيتي والووتر كارنت ان اوشن بيقول لي ان الدنسيتي بيتاثر بثلاث حاجات: بالبريشر اللي هي الووتر بريشر ضغط المياه كميه المياه، والسالت كونتنت محتوى الملح كميه الملح اللي موجوده، ودرجه الحراره تمبريتشر. يبقى الووتر الدنسيتي بيتاثر بثلاثه: بالبريشر الضغط، والسالت الملح، والتمبريتشر درجه الحراره. لقينا ان كل ما الملح بيزيد هاير سالينيتي ملوحه زياده وعمق زياده كل ما الدنسيتي بتزيد. يعني كل ما الملح يزيد الهاي سالينيتي الملح زاد، والعمق زاد يعني انا بنزل تحت في الاعماق والعمق زاد اللي هي المسافه زادت الاقي ان الدنسيتي زاد. طب الكولد ووتر اللي عند البول عندها هاي دنسيتي. الكولد ووتر ما قاليش الايس ما قاليش الايس ووتر او ما قاليش الفروزن ووتر، لا ركزوا وهي كولد بتبقى لسه المولكيولز ما اتجمعتش بيبقوا قريبين من بعض بس لسه ما جوش كتير جنبهم. فالكولد ووتر بيبقى حجمهم صغير ولما الحجم صغير الدنسيتي بتبقى كتيره. طيب يبقى لما اقول لك ليه الكولد ووتر عندها هاي دنسيتي هقول عشان هما كلوزد مولكيول كلوزست يعني قريبين من بعض. طب الورم ووتر بصوا بقى الورم ووتر هتلاقي الميه انا بتكلم على ميه لسه ما اتجمدتش عشان ما حدش يقول لي ده زي اللي فوق، لا اللي فوق دي ده كده اتجمدت دي بقت ايس تلج كبرت. لما بتبقى تلج ازاي وانت ازاي بتشوف التلج كده جزيئات التلج وكريستالات التلج عشان كبرت حجمها كبر. انما هنا لسه كولد ووتر لسه ميه بارده بس ساعه فالفوليوم قليل عشان هم قريبين فالدنسيتي عالي. طب الورم ووتر بص الورم ووتر بقى مش طايقه نفسها المولكيولز بعيده عن بعض. طب هنا بقى بذمتكم الفوليوم ايه؟ الفوليوم كبير ولما الفوليوم كبير الدنسيتي قليله. تمام. عشان كده بيقول لي هنا الورم ووتر اللي هي نير الاكواتور يعني الميه الدافيه اللي هي طبعا الكولد ووتر دي بتبقى قريبه من ناحيه البولز القطبين، والورم ووتر قريبه من الاكواتور ناحيه خط الاستواء. بيقول له عنده ليس دنسيتي عرفنا ليه. يبقى البولز فيها كولد ووتر والكولد ووتر معروفه ان الفوليوم بتاع الكولد ووتر قليل فالدنسيتي عندهم عالي، والاكواتور عنده وورم ووتر والورم ووتر معناه ان الفوليوم بتاع مش طايقين بعضهم بقى بعيد خالص فوليوم كبير حجم الجزيئات او المسافات كبيره فالدنسيتي قليله. فبيقول لي بسبب اختلاف difference in water density ده ادى الى حاجه اسمها ocean current. يعني بسبب اختلاف الدنسيتي بتاعت الميه ادى الى ocean current وده بينقل الهيت والنيوترنت والفريش ووتر جلوبالي وده بينقل الحراره والغذاء والميه يعني. طب بيقول لي الدنسيتي اوف ووتر ان بولر ريجن. طب لما الميه تتجمد انا قلتها فوق تعالوا نقولها تاني. لما وين ووتر فريزز تتجمد توصل لمرحله التجمد اللي هي اقل من 4 ديجري اهي اللي انا قلتها هنا اهي. لما الووتر كول تبرد لغايه لما توصل من 4 ديجري لحد الفريزنج بوينت الدنسيتي بتقل. تعال نفهم بقى ايه اللي حصل. او هنا بيقول ايه؟ بيقول هنا water density change with temperature يعني الدنسيتي بيتغير مع درجة الحرارة. ما احنا شفنا اهو when water freezes لما المياه بتتجمد بتوصل لدرجة اللي هي بتقول في الأول 4 ديجري سليزيوس لحد ما توصل للزيرو ديجري سليزيوس اللي هي الفريزنج it expands. المية تتمدد ازاي يا مستر؟ مش قصده ايه ان هو المولكيولز بتبدأ تتجمع مع بعض. مولكيولز المية هي كان حجمها كده لا تبدأ تجيب اخواتها كمان التانيين فتبدأ حجمها يزيد. فزي ما انتم شايفين بنسميها اكسباند. كلمة اكسباند دي كأني بقول لك ان الفوليوم زاد تمددت ولما الفوليوم زاد الدنسيتي ايه؟
بالظبط كده، الدنسيتي قل. صح، لما الفوليوم زاد الدنسيتي قل. و allow ice to float، ده يخلي التلج ايه؟ float. This phenomena is important for marine life، يعني لأنه الفينومينا دي، الخاصية دي مهمة للكائنات الحية عشان تعرف تعيش. عشان الايس بيعمل زي insulating layer on the surface. نفترض ان في بركة كبيرة جدا والبركة اتجمدت، الكائنات عايشة فين؟ الكائنات عايشة تحت في البركة دي. طيب ثانية واحدة، الكائنات اللي عايشة تحت ديت والأسماك اللي عايشة تحت والحاجات اللي عايشة تحت ازاي عايشة؟ مع ان انت بتقول البركة متجمدة، لا، ما هي لما بتتجمد الايس اللي اتجمد تحت ده ما بيفضلش تحت، ده يطلع لفين؟ يطلع لفوق. طب يطلع لفوق ليه؟ لان انا لسه قايل لكم ان هو فلوت. طب هو فلوت ازاي؟ لان لما الميه بتتجمد الجزيئات بتتمدد وتطلع لفوق. يبقى لما الميه بتتجمد الجزيئات بتكسباند وتكتر كده، ولما الفوليوم بيزيد الدنسيتي بيقل فتطلع لفوق، وتلاقيها اتعملت طبقه من التلج. طبقه التلج دي ما بتبقاش تحت، بتبقى فين؟ فوق، وعملت زي انسوليتنج لاير. تفضل الكائنات تحت عايشه، التلج خلاص مشي من تحت وبقى فوق، وهنا يبقى ووتر وهنا يبقى ايس. عشان كده التلج بيطفو عشان عنده لو دينستي. طيب الهوم ورك بتاعنا الاسئله ديت، تمام؟ دي اسئله تشوز، حوالي 30 كويستشن، 30 سؤال تشوز، وحوالي 20 سؤال ترو فولس، و20 سؤال answer the following question اللي هي variant question بقى 19. دولت اسئله متنوعه كده عايزين نحلها مع بعض. عايزكم ان شاء الله ده الهوم ورك بتاعكم، بس انا باذن الله بعمل لكم فيديو ليها برضو في الحل بتاعها عشان نحلها مع بعض ونتدرب على الاسئله كويس جدا. نتدرب على كل انواع الاسئله، سواء كانت تشوز، سواء كان ترو فول، سواء كان ميسلينيوس، السي اللي هو الانسر ذا فولوينج يعني. وربنا يوفقكم يا دكاتره، وعايزكم تشدوا حيلكم كده ان شاء الله، وما تقلقوش من الماده، وان شاء الله ماده بسيطه. احنا بس النهارده اللي احنا زودنا شويه وخدنا كميه كبيره شويه، بس معلش انا عارف انتوا قدها وقدود باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله تحققوا احلامكم باذن الرحمن، وتبقوا دكاتره ومهندسين واحسن الناس، اللهم امين يا رب. شكرا يا حبايبي.